باش تكون عندك شخصية زوينة ما خاصكش غير دير شي حوايج، خاصك حتى تجنب شي حوايج. في هذا الفيديو غنعطيك 10 العادات كتقلل من قيمتك عند بنادم وما كتخليش بنادم يحترمك، ومن الضروري خاصك تجنبها باش تحافظ على الهيبة ديالك. كثرة الشكوى، كتشكى من الظروف ولا من الخدمة ولا من الحياة بشكل عام، كتخلي بنادم يشوفك شخص سلبي وكتولي ضعيف في عينين بنادم. الشخص اللي واثق من راسو كيقلب على الحل، ما كيقلبش على اللي من يشكي مشاكله. كثرة الشكوى كتقلل من الثقة ديال الناس فيك والقدرة ديالك على التحمل المسؤولية. ملي كتهضر بزاف على الانجازات ديالك ولا النجاح ديالك ولا حتى المشاكل ديالك الشخصيه بشكل مفرط، هادشي كيخليك تبان محتاج لتاكيد خارجي. الشخص اللي تيق في راسو ما محتاج يثبت راسو بالهضره، الافعال ديالو كتهضر عليه. الشخص اللي تيق في راسو كيفكر عاد كيهضر او يتصرف. الغضب كيخليك تفقد الاحترام من الناس اللي دايرين بيك. فاش كتقاطع شي واحد على الهضره، هذا دليل على عدم الاهتمام على شنو كيتقال، وكتبين انك كتركز غير على راسك فقط. هاد العاده كتقلل من احترامك للمتحدث وما كتعطيش الناس اللي دايرين بك حقهم في التعبير. النميمه كتقلل من قيمتك بواحد الشكل كبير. ملي كتهضر بالخيب على شي واحد ما حاضرش معاكم، فراك هنا كترسل واحد الرساله للجميع بانك انت كدير نفس الشيء معاهم. هاد الشيء كيخلي الناس ما تثيقش فيك. العياقه كيف ما كنقولوا في المغرب، الهيبه ماشي في داك الشيء اللي عندك بل فيما انت عليه. فاش كتباهى بشي طوموبيل عندك ولا بشي موتور ولا بشنو لابس، هنا كتولي كتعرف راسك بشي حاجه ماديه ماشي شي حاجه داخليه، ماشي بالقيمه ديالك ولا بالشخصيه ديالك. العدم الوفاء بالوعود كيخليك تفقد المصداقية ديالك تدريجيا. الشخص اللي كيثيقوا فيه الناس هو الشخص اللي كيفكر مزيان قبل ما يعطي الوعد، ومني كيعطيه كيدير المجهود ديالو كامل باش يوفي بالوعد ديالو. المظهر ديالك كيبين نسبة اهتمامك براسك واحترام الآخرين. ماشي ضروري يكون حوايجك الثمن ديالهم غالي، يكفي يكونوا نقيين. إهمال ديالك للمظهر كيبين باللي انت ما كتقدرش الذات ديالك، وبالتالي الناس ما غيقدروكش. المجاملات الصادقة كتقوي العلاقات، اما الا بالغتي فيها كتخليها تفقد المعنى ديالها. التهور في اتخاذ القرارات كتبين بانك ما واعيش. الشخص اللي يثيق في راسو كيعطي راسو الوقت الكافي باش يفكر ويستشر مع اهل الخبره. هاد الشي غيبين باللي انت شخص عارف اش كدير. الى عجبك الفيديو ما تنساش واحد جيم واشتراك في القناه باش يوصلك كل جديد.